السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم الباشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفنت ديزاين. النهارده بفضل الله معانا استلام شقه جديده في مدينه نصر. المكان بالظبط في الواحه زي ما انتم شايفين كده. الحمد لله النهارده اول الاعمال بتاعتنا. السلام عليكم، معاكم الباشمهندس عبد الرحمن بكر من شركه ايفنت ديزاين. النهارده بفضل الله معانا تسليم وحده بمدينه نصر، بالتحديد بمدينه الواحه. زي ما انتم شايفين كده الحمد لله قدرنا نحقق معادله صعبه جدا في الايام اللي احنا فيها دي، وفي ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه ده. النهارده معانا الشقه في مدينه نصر. شقه مدينه نصر دي مساحتها بالظبط 80 متر، كلفتنا 150 ألف جنيه بالظبط، لان في ناس كتيره جدا 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 بتسالنا 80 متر والشقق الصغيره اللي انتم شايفينها دي تتكلف معانا كام؟ هي كلفت معانا بالظبط 150 ألف جنيه، وده كان بناء على طلب العميل برضه. فالحمد لله دي معادله صعبه، ناس كتيره جدا بتحاول تشطب في الفتره دي، والفلوس والاسعار عاليه جدا. طبعا باشمهندس محمد معانا وهيقول لنا على رايه باذن الله. السلام عليكم. بصراحة فكرة إن أنا أشطب شقة وأديها للمهندس تصميم كانت فكرة جديدة بالنسبة لي، لكن لما خدت التجربة كانت تجربة ناجحة جدا جدا بنسبة 100%. كل العيوب والمشاكل اللي كنت بسمعها إن تدي لمهندسين، المهندس عبد الرحمن طبعا غير لي الفكرة دي تماما، بداية من أخلاقه الكويسة ومصداقيته في العمل والتزامه بالمواعيد. طبعا دي حاجة جميلة جدا، وفعلا ما شايلنيش هم أي مشاكل خاصة بالصنايعية ولا الخامات ولا غيره. دي حاجة جميلة جدا. فكرة إن أنا أدي الشغلانة لمهندس تصميم دي فكرة كويسة جدا. أنا كمهندس تصميم في الشركة حسيت بيها، إن حسيت بالمساحات، لأن رسم لي الحاجة على الأوتوكاد وبدأت أحس الشقة كانت بالنسبة لي صغيرة جدا جدا، فلما رسمها لي عمل ليها ديزاين حسيت انها كبيره جدا، وفرش لي فيها الاساس حسيت انها كبيره، وما اتشطبت زي ما انتم شايفين حسيت ان فعلا الشقه كبيره جدا. ما كنتش متخيل انها تكون بالجمال ده وبالاتساع الجميل ده. فحاجه كويسه جدا، تجربه انصح اي واحد بيفكر يشطب ما يتنصحش، وزي ما بيقولوا كده ادي العيش لخبازه. ولو كان نص هو ما كانش نص ولا حاجه، بالعكس انا كنت مستقل النسبه للخدة بتاع التشطيب بناء على المجهود والتعب اللي كان بيعمله، كنت مستقلها الصراحه. فكنت بحاول ازود على قد ما اقدر بحيث يعني اشجعه انه يعمل حاجه اكتر.